بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في مطبخ لولا الأجمل وصفات. هنعمل معاكم النهاردة صينية بطاطس بالفراخ سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش وقت مننا خالص. معانا الفراخ اهي، جبنا فرخة غسلناها كويس بالملح والخل والليمون وشوية دقيق وطماطمايه، طبعا زي ما قلنا لكم في الفيديو اللي فات، لأن الطماطم بتشيل الزفارة خالص من الفراخ، متخليش فيها ريحة زفارة. واهي الفراخ نضفناها كويس من جوه وعملنا فيها فتحات كده عشان التتبيله تدخل فيها. اهي الفراخ اهي وركناها من جوه كده كويس اهي. لازم نعمل لها فتحات كده عشان التتبيله اللي معانا تدخل فيها. دي الفرخه اهي، ومعانا 3 بصلات صغيرين كده بشرناهم، وطماطميتين قطعناهم صغير، وعليهم نص قرن فلفل لان الفلفل ده حراق، ومعلقه سمنه وشويه زيت، وبهارات فراخ كده، وشويه ملح وفلفل اسود وكمون ومرق دجاج. ومعانا البطاطس اهي، عملناها شرايح كده او دواير. صينيه البطاطس، ودي صينيه فاضيه عشان نحط فيها البطاطس. هنجيب حله كده او اي حاجه بلاستيك عندك او طبق بلاستيك، اي حاجه. هنحط البصل، هنحط الطماطم والفلفل، وهنحط البهارات كده وهنخلطهم كويس. خلطنا كده البصل اهو مع الطماطم مع الفلفل مع البهارات، الخلطه دي جميله جدا. الفراخ اهي، هناخد شويه من التتبيله هنحطها على الفراخ الاول. نحط كده في قلب الفراخ، في قلب الفتحات اللي احنا عاملينها كده، ندعكها كويس. في قلب الوراك كده اللي حطينا فيها الخلطة كويس اهي. لازم الخلطة كده تدخليها كويس في قلب الفراخ. هنسيبها بقى شوية كده. هنجيب الصينية كده ونحط فيها شوية سمنة او زيت من تحت كده، هنحط شوية من التتبيلة، ونحط البطاطس، هنرص البطاطس كده تحت في الصينية. ونرش شوية ملح كده على البطاطس، نجيب شوية من الخلطة كمان على الوش اهي. نحط بطاطس تاني اهو. انا عامله شويه بطاطس كويسين كده عشان عندي الولاد بيحبوا البطاطس دي جدا. اسهل واسرع طريقه لعمل صينيه البطاطس بالفراخ، كله على بعضه. هو الفراخ ما ولا سلقناها ولا حمرناها ولا عملنا فيها اي حاجه نهائي. هنحطها على وش البطاطس وهنحطها على البوتاجاز، مش هتاخد منك اي وقت خالص. وشويه من الخلطه كده على الوش، ونحط شويه الزيت برضو والسمنه كده، ونحط برضو رشه ملح بسيطه كده. وهنجيب الفراخ وهنرصها كده،
شويه من الخلطه اهي على الوش كده اهي. كده اهي صينيه الفراخ خلصت معانا اهي، سهله جدا وسريعه، ما خدتش مننا وقت خالص. بتكوني محضره لها الحاجه وفي 10 دقايق تكوني مخلصاها وتحطيها على البوتاجاز، مش هتاخد منك تلت ساعه على البوتاجاز. دي صينيه الفراخ اهي. في طبعا الطبق اللي عملنا فيه التتبيله، هنحط فيه نص كوبايه ميه كده، وهنحاول نحطهم كده في الجناب كده. نهز الصينيه كده شويه. خلصت مننا كده صينيه البطاطس اهي، ما خدتش مننا وقت خالص اهي، جميله جدا وريحتها روعه. هنحطها بقى على البوتاجاز لمده تلت ساعه كده. هنحط معلقه سمنه كده على الوش، وهنحطها على البوتاجاز لمده تلت ساعه على بال ما تستوي معانا، وبعدين هنوريكم شكلها بعد ما تخلص. شكل صينيه البطاطس اهي يا حبايبي وهي على البوتاجاز اهي. ريحتها طالعه والله جميله جدا. قدامها شويه كده اهي. طريقة سهلة وجميلة وسريعة، وتبسطي على نفسك كل حاجة علشان تعملي الأكل جميل لولادك. صينية البطاطس هي جميلة جدا وريحتها روعة. قدامها ربع ساعة كده وتستوي. هنغطي عليها بقى ونسيبها شوية. هنعمل معاكم شوية رز كده على السريع جنب البطاطس. لما البطاطس تكون استوت يكون خلصنا الرز. حطينا شوية زيت ومعلقتين سمنة كده في الحلة، وهنحط عليهم الشعرية. نعمل شوية رز بالشعرية. الشعرية اهي. احلى اكله ممكن تاكليها هي البطاطس بالفراخ دي مع شويه رز بالشعريه كده، جميله جدا وروعه، وولادك هيحبوها جدا. صينيه البطاطس اهي. قلبت الفراخ على الناحيه التانية كده على الوش التاني. فاضلها 10 دقايق خلاص وتستوي اهي. على بال ما الشعريه كده تاخد لون معانا تتحمر. رجعنا تاني للشعريه. اول ما تاخد معانا اللون الذهبي نحط عليها الرز. ده الشعريه خلاص خدت اللون الذهبي اهو اللي احنا عايزينه. هنحط الرز. حطينا الرز ونحط عليه الملح كده. نقلب الرز كويس كده مع الشعريه. هنحط الميه كده للرز. الميه يا دوب تكون مغطيه الرز كده. كده الرز خلص اهو. هنغطي عليه بقى وهنسيبه لما يشرب الميه بتاعته وهنوطي عليه. الرز اهو شرب الميه بتاعته. الرز اتشرب الميه بتاعته اهو. هنوطي عليه، هنهدي عليه النار خالص
وهنغطي عليه ونسيبه براحته خالص لما يستوي. صينية البطاطس اهي خلاص، شوية كده وهنطفي عليها ونحطها تحت الشواية. كده صينية البطاطس خلصت اهي معانا، استوت البطاطس اهي، البطاطس اهي مستوية ازاي، استوت خالص اهي. هندخلها بقى الفرن كده تاخد وش تحت الشواية، تاخد وش واوريها لكم بعد ما تخلص. ده الرز اهو يا حبايبي استوى خلاص. عبال ما البطاطس كده 10 دقايق تاخد وش تحت الشواية، اوريكم بقى الشكل الاخير للرز والبطاطس. احلى رز بالشعرية ممكن تاكليه مع البطاطس بالفراخ. الرز جميل اهو مفلفل واستوى خلاص. هنطفي بقى على الرز على بال كده ما الفراخ تاخد وش تحت الشواية، وهنوريكم الشكل النهائي. دي شكل صينية البطاطس يا حبايب قلبي بعد ما خلصت، شكلها جميل جدا اهي، ما خدتش وقت مننا خالص وسهلة جدا وسريعة. وريحتها جميلة جدا وطعمها روعة، يا ريت تجربي الوصفة دي سهلة جدا. احلى صينية بطاطس بالفراخ وشوية الرز بالشعرية. الرز طالع مفلفل اهو جميل جدا، وجنبهم كده شوية مخلي الليمون كتير اليومين دول، ممكن تخلي لي الليمون ورخيص مش غالي. ادي الرز اهو وصينية الفراخ شكلها جميل جدا اهي، وطعمها خطير وريحتها روعة. يا ريت تجربي الاكله دي او الوصفه دي، سهله جدا وسريعه وصحيه جدا، ما فيهاش طماطم كتير ولا مسبكه ولا اي حاجه، كله ني في ني كده. واعملي لولادك احلى اكل وانتي سعيده كده ومبسوطه، وسهلي على نفسك الحاجه وبسطيها خالص لنفسك. دي احلى صينيه بطاطس جميله جدا اهي. ادخلي المطبخ ساعه كده مع نفسك هتطلعي احلى اكل لولادك. ويا ريت تجربوا كل وصفاتنا وتتابعونا على قناه لولا لاجمل الوصفات. شكرا لكم يا حبايب قلبي.